إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل متابعين ومشاهدين قناة وموقع سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. معكم أحمد المصري. إن شاء الله النهاردة المحاضرة بتاعتنا هتتكلم عن عرض لسيارة تويوتا يارس 2017. للأسف في بعض الموديلات مش موجودة في المعارض. يعني أنا اتصلت على بعض المعارض وبسألهم مثلا على تويوتا يارس 2017، لقيتها موجودة في معارض ومعارض لأ، والمعارض الموجودة فيها بعيد جدا عن إن احنا نروح لها ونعمل عليها عرض ونعمل عليها ريفيو كامل. تمام. فالصراحة طرقت في بالي فكرة جميلة جدا، قلت طيب ليه ما اعملش عنها عرض باوربوينت. تمام. هنتكلم عن مواصفات السيارة وإمكانياتها وتمنها في السوق المصري، ونستعرض الصور بتاعتها مع بعض على شكل عرض باوربوينت، وتبقى الفكرة وصلت في نفس الوقت. لو الفكرة عجبتكم ممكن نستمر على المنوال ده كده، وبالتالي نقدر نغطي أي نوع سيارة في أي مكان في العالم، لأن طبعا دول الخليج غير دول مصر غير أي دولة تانية. يعني ما شاء الله مثلا في دول الخليج تلاقي موديلات عالية جدا مش موجودة في مصر. مش معقول مثلا كام سيارة رولز رويس هلاقيها في مصر. تمام مثلا يعني. تمام. كام عربية تويوتا اف جي ممكن الاقيها في مصر، كم ممكن مرسيدس سي كلاس الاقيها في مصر. فدي بتبقى صعبة شوية يا شباب، فطرقت في بالي الفكرة ان احنا نعملها على شكل عرض باوربوينت. لو عجبتكم الفكرة قول لي رأيك، شاركني فكرتك. احنا زي ما انتم شايفين القناة هنا بن يعني بنشارك بعض في المعلومة وفي الفكرة. سيب تعليقك، اطلب النوع اللي انت عايزه في السيارة، نجيب مواصفاتها وسعرها في السوق المصري واهم امكانياتها ونستعرضها مع بعض. ولو الفكرة عجبتكم نستمر فيها بإذن الله مع بعض. تمام. طبعا هنتكلم عن مواصفات وسعر العربية تويوتا يارس 2017. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين عربية جميلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده البامبر الامامي بتاعها او الشبك الامامي معمول بطريقة عريضة وقوية ملفتة. عربية امكانياتها قوية جدا. طبعا التويوتا عربية محترمة، بيقولوا عليها ملكة الطريق، يعني عربية قوية ثابتة على الطريق راسية. موتور قوي، بكفاية ان هي عربية ياباني. تمام. والميزه في التويوتا يارس 2017 ان هي نازله بمواصفات كويسه جدا جدا، بس بسبب الاسعار الموجوده في السوق حاليا للاسف في ناس كتير بقت تخاف من العربيات الياباني، فبيروح للكوري، والكوري مش وحش، الكوري كويس جدا جدا، او بيروح للعربيات اللي هي الصيني. بس صدقني الغالي للغالي انت بتدفع فلوس في حاجه في مكانها بالنسبه للعربيات التويوتا. تمام. او العربيات اللي هي الياباني مثلا ميتسوبيشي لانسر، سوبارو، تويوتا كرولا. العربيات اللي هي المعروفة في السوق المصري، النيسان صاني، النيسان سنترا، الحاجات دي كلها. تمام. فزي ما انتم شايفين كده عربية شكلها جميل جدا جدا. هنستعرض الصور بتاعتها وهنعرض امكانياتها مع بعض. اهم امكانيات العربية ديت ان هي من الفئة السيدان. تمام. سعة المحرك بتاعها بالسي سي 1500 سي سي، وقوة المحرك 107 حصان على 6000 لفة او 6000 دورة في الدقيقة. تمام. العزم الأقصى بتاعها طبعا عزم السيارة أو القوة بتاعتها اللي هي 141 نيوتن لكل متر، و4200 لفة في الدقيقة. في العزم اللي هو عزم نيوتن ده 141 نيوتن لكل متر و4200 لفة في الدقيقة. تمام. طبعا الفتيس بتاع نقل الحركة اوتوماتيك. ونوع الجر بتاعها طبعا نوع جر أمامي، علبة تروس جر أمامي. تمام. وعدد النقلات أربعة جير، أربع نقلات. تمام. عدد السلندرات بتاعتها طبعا 4 سلندر و16 صباب، وبسرعة 220 كيلومتر بير اور أو 220 كيلومتر في الساعة. تمام. طبعا عدد الأبواب 4، وغير فتحة غير شنطة العربية طبعا. عدد المقاعد 5 مقاعد طبعا، اللي هي العربيات الملاك العادية. الم... ال... 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 التانك بتاع العربية أو سعة الخزان عبارة عن 42 لتر، زي أغلب العربيات بتبقى في الساعة دي تقريبا 42 لتر كده يعني. تمام. بالنسبة للحقن الإلكتروني بتاعها أو حقن الوقود، هو عبارة عن حقن إلكتروني. تمام. ودي حاجة كويسة جدا جدا، والفايدة فيها إن هي بتوفر في البنزين طبعا زي ما انتم عارفين. طبعا بتحتوي على نظام فرامل اللي هو ال ABS، وده نظام قوي جدا جدا بيعتمد على فكرة اللي هو توزيع الفرامل على الأربع
الاربع كاوتشات بتوع العربيه، اللي هم اربع، يعني العربيه تخيل دلوقتي انت بتجري بسرعه معينه، تمام، ودوست فرامل فجأة، ففي الحالة دي بدل ما العربية تلف منك وتعمل سيركل منك على الطريق، في الحالة دي العربية بتوزع دوسة الفرامل بتاعتك على الأربع كاوتشات بتوع العربية، فبالتالي العربية بتثبت معاك على الطريق، وما بيحصلش لا قدر الله إن العربية تلف منك أو تخبط أو تميل أو تجنب منك والحاجات دي كلها. تمام. نظام التوزيع الالكتروني الفرامل EBD، تمام، اللي هي الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها الوقت ديت، برضو ده نظام توزيع الكتروني للفرامل. يعني نظام ABS ده بيعتمد على فكره ثبات العربيه ان هي ما تلفش منك، اما نظام توزيع الفرامل بيعتمد على تقنيه اسمها EBD. تمام. بالنسبه لبرنامج التوازن الالكتروني اسمه ESP، العربيه بتحتوي على نظام ESP، نظام وفيها كمان للأسف النظام الذكي لركن السيارة مش موجود، اللي هو بنقول عليه الصراحة مش متذكر اسمه، بس اللي هو في حالة ان انت العربية عايز تركن بيبقى فيها حساسات ركن اوتوماتيك، يعني انت سايب الدريكسيون مثلا، سايب السترنج بتاعك، والعربية بتركن بناء على الحساسات السنسور او بناء على الكاميرا الموجودة فيها، فبتركن وبتعرف مين اللي قدامك مين اللي وراك، الجوانب بتاعتك، كل ده عن طريق السنسور اللي فيها. تمام. ده طبعا للاسف مش موجود في العربيه دي او في التويوتا يارس 2017. نظام التنبيه ضد السرقه مش موجود. صوت تنبيه في حالة عدم غلق السيارة، يعني في حالة ان انت بعدت عن العربية والعربية ما اتقفلتش كويس، للأسف ده برضو مش موجود. مقاس الجنوط بتاع العربية 15، تمام، 15 بوصة. الارتفاع عن الأرض 145، طبعا 145 ملي. تمام. وسائد هوائية للسائق موجودة، 2 ايرباج. حزام الأمان طبعا حزام أمان خلفي وامامي اكيد. مرايات جانبيه للكهرباء، مرايات كهربائيه او المرايات الضم، بنقول عليها مرايات ضم في العربيه موجوده ان شاء الله. اشارات بالمرايات اللي هي على اساس ان انت لو ماشي بالعربيه عاطي اشاره يمين او شمال، يبقى العربيه فيها برضو اللي هو مثلث التحذير او اشارات يمين وشمال، بتبقى موجوده شغاله معاك زي ما انتوا اكيد عارفين، شفتها في عربيات كتير. تمام. فوانيس ضباب اماميه طبعا موجوده، اللي هي فوانيس الشبورة، وفوانيس الضباب الخلفية أو فوانيس الشبورة الخلفية طبعا دي للأسف مش موجودة. إضاءة المصابيح طبعا. فوانيس العربية الإضاءة بتاعتها زينون. للأسف هي موجودة في موديلات وموديلات لأ، لكن في، يعني أنا شفتها في بعض الصور وبعض الفيديوهات موجودة، لكن في بعض الموديلات الموجودة عندنا في مصر هنا بالذات مش موجودة، اللي هي المصابيح الزينون. تمام. المساحات الخلفية طبعا موجودة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي طبعا ده موجود مفيش غنى عنه. التحكم بالزجاج بلمسة واحدة، يعني في زرار بمجرد ما تضغط عليه ضغطة واحدة كده يرفع الأربع أبواب مع بعض. تمام. التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب موجود. قفل مركزي اللي هو القفل المركزي للأبواب موجود، اللي هو السنتر لوك. نظام زر تشغيل وايقاف المحرك اللي هو ستارت انجن وستوب انجن موجود. النظام الصوتي طبعا متاح على العربيه كلها، بس للاسف ما لقيتش اي معلومه عن النوع، يا ترى هو ميريديان ولا برابوس ولا ايه بالظبط، مش موجود. طبعا فيها مدخل AUX USB بلوتوث. البلوتوث طبعا للاسف برضو مش موجود. الكاميرا الخلفيه مش موجوده، ما فيش فيها كاميرا خلفيه. بس اعتقد ان هي فيها حساسات سنسور. نوع العجلة القيادة الكتروني طبعا، اللي هو السترنج، مش يعني اللي هو بيقولوا عليه كيبل واير. تمام. وبالتالي ده حساس جدا جدا ما شاء الله، يعني بمجرد ان انت ما تبقى ماشي على الطريق كده، اقل لمسة للدريكسيون بتاعك بيستجيب معاك في جزء من الثانية. ما شاء الله ده حاجة كويسة جدا جدا، بيحافظ على امان العربية على الطريق، بيحافظ على ثباتها، بيحافظ عليك انت كقائد للسيارة. طبعا التحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة اللي هو المالتي ميديا موجود طبعا. مساند رأس أمامية موجود. تمام. مساند رأس خلفية موجودة. حامل أكواب أمامي، حامل أكواب خلفي. مساند يد أمامية، مساند يد خلفية مش موجودة. أماكن تخزين بالأبواب الأمامية موجود. أماكن تخزين بالأبواب الخلفية موجودة. درج تخزين أمامي موجود. ولاعة السجائر موجود. غطاء للشنطة الخلفية ده موجود برضو في حالة ان انت مثلا حطيت حاجة في الشنطة من ورا او كده، تقدر ان انت بتشد عليها غطا كده من فوق. طبعا ده كله موجود. نور بالشنطه الخلفيه طبعا موجود برضو، على اساس ان انت لو في الجو ضلمه او كده تقدر ان انت تنور الشنطه الخلفيه بتاعتك.
سعر العربية في مصر النهاردة سعرها، طبعا انتوا عارفين ان الدولار رافع والدنيا رافعة، سعرها 355 ألف جنيه مصري. تمام، ده سعرها في مصر النهاردة. طبعا هو السعر مرتفع شوية، لكن للأسف انتوا عارفين سعر السوق غالي، والله في بعض المعارض للأسف قفلت. أنا شفت معارض قفلت وفي معارض بتجدد، ويقول لك اما السوق يهدى شوية كده ولا حاجة نبقى نكمل مشوارنا تاني. فالدنيا الصراحة والعة بالذات في مصر. تمام. طبعا دي كانت اهم مواصفات السيارة اللي انا لقيتها على موجودة في اغلب المواقع، موجودة على النت. تمام، قلت اجمعها لكم على شكل عرض باوربوينت، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. والوقت هنسيبكم مع صور العربية تتفرجوا عليها وتستمتعوا بيها. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة باذن الله. اي تعليق او استفسار انا جاهز للرد عليه باذن الله. سيبه في الديسكريبشن اسفل المحاضرة ديت. عندك اي تعليق على المحاضرة قول لي عليها، مش عيب، احنا بنبادل المعلومة مع بعض. قول لي رأيك، اقترح عليا افكارك، نفيد بعض بيها ونفيد الناس بيها، وان شاء الله نقدم حاجة كويسة للناس بإذن الله. والعربيات اللي هنلاقيها متاحة في بعض المعارض ننزل نعمل لها محاضرات ونعرضها هنا بإذن الله. بالمعلومة اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرنا عليها ان شاء الله. تمام، هنسيبكم مع الصور وان شاء الله تستمتعوا بيها. كان معكم احمد المصري من قناة سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. تحياتنا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.